السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله نشوي السمك ونسوي وياها الصلصة. أول شي طبعا عندي هنا هاي سمكة تقريبا كيلوين، غسلتها وبعدين سويت يعني شرحتها على مود تستوي عندنا أسرع. وبعدين بهذا الشكل عندي نص حبة طماطة مسحت بيها السمكة، وبعدين رشيتها بالملح، وبعدها أدخلها الفرن يكون حامي. خليتها في فرن الطباخ مشتغل بس من جوا. وبعدين بديت هنا أسوي الصلصة مالت السمكة. عندي هنا عصير ليمون، ضفت له ملعقتين أكل زيت، ملعقة أكل من الصاص، وملعقة أكل كاتشب حسب الرغبة، تحبون تستعملون كاتشب حار أو الحلو. أنا هنا استعملته كاتشب حار. وأضيف هنا ملعقة أكل من دبس الرمان وملعقة أكل معجون. ها هي أطيب تتبيلة أو صلصة ممكن تسووها للسمك المشوي، أو حتى تسووها للدجاج المشوي همين تصير. وهنا أبدي أضيف بهارات. عندي بابريكا وفلفل أسود، ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة ملح. وإذا تحبون الحموضة زايدة ممكن تخلون ليمندوزي. بس أنا هنا ضفت عصير ليمون وضفت دبس رمان، اثنيناتهم حامضات. هاي هنا الصلصة جاهزة، نخلطها زين وهذا هو قوامها. هسه احنا ننتظر السمكة تستوي، مرتها تستوي استواء كامل. بس تستوي ابدي ادهنها بهذا الصوص. هنا السمكة مالتنا قبل تستوي بالكامل وتاخذ لون، نبدي نوزع عليها هاي الصلصة، ندهنها ونرجعها للفرن يكون مشتغل من فوق، بس ما نخليها قريبة على الشواية، شوية بعيدة حتى ما تحترق عندنا هاي التتبيلة. فهسه نرجعها للفرن إلى أن تستوي بالكامل، وشوية تاخذ لون من فوق وتنشف هاي الصلصة، وبعدها تكون سمكتنا جاهزة. خلوا الحرارة وسط، يعني لا تعلوها كلش. وممكن إذا تحبون تاكلوها ويا التمن الأحمر تسوون وياها أو ويا الخبز. المهم إنه السمكة كلش طيبة، أتمنى تجربوها بالعافية.